وسط عالم بيقع ببطء تحت تهديد النهاية الحتمية، شاب مهووس بالإقفال بيلاقي طاقة القدر اتفتحت له، وأخيرا الفرصة جات له عشان يتحول من هاوي غريب الأطوار لأسطورة مطلوبة في أكبر عملية سرقة في أوروبا. مع كل خزنة بيتفتح القفل بتاعها كان قرب بطلنا من خطر أكبر هيغير مصير حياته. بيبدأ الفيلم مع سيباستيان واللي بيكون قاعد يسجل فيديو للمتابعين بتوعه، بيحكي فيه قصة عن راجل عايش في ميونخ واسمه هانز، ووظيفته انه صانع اقفال ماهر جدا وحياته مرتاحة لحد ما بيفقد مراته وابنه في حادث صعب، ومن وقتها بيهتم اكتر بشغله وبتزيد احترافيته، وبيقدر انه يصنع 4 اقفال خرافية ل4 خزنات، ويقال انه اي شخص يحاول يفتح الاقفال دي بالقوة كل اللي في الخزنة يتحرق فورا، والخزنة بتكون مصنوعة من مواد غير قابلة للاختراق، وهانز اختار خزنة منهم وحبس نفسه فيها، والناس كلها حاولوا يخرجوه ما قدروش يفتحوا الخزنة. بدأ في بيرموا الخزنة في البحر وهانز بيموت جواها، والخزنة دي بتطلع بمثابة تابوت لهانز، وبيفضل 3 من الخزائن اللي صنعها هانز اساميهم بتكون راين جولد وفالكري وسيكفريد، وبيقول لنا سبيستيان انهم بيعاد ترميمهم لكن محدش يعرف مكانهم اطلاقا. وبيقول سبيس في نهاية الفيديو للمتابعين ما ينسوش يعملوا لايك واشتراك لقناته على اليوتيوب، وبيوقف تسجيل وبيفتح قفل في ترابيزته في خلال 8 ثواني، وبيكون مبهور جدا بسرعته. وبنشوف بعدها ان قناته على اليوتيوب ما فيهاش ولا متابع اصلا، وبنشوفه بعدها وهو ببدلته وماسك شنطته راح يمارس وظيفته في البنك، وبيشرب قهوه عشان يستعد ليوم تقليدي ممل زي كل يوم. هناك العملاء بيشتغلوا زعيق فيه، واثناء وقت الاستراحه بيقرر انه يشوف الفيديو بتاعه ويعرف جاب فيوز ولا لا، وبيتفاجئ ويفرح جدا لما بيلاقي اول فيو على القناه او الكومنت، وبيكون مكتوب فيه عنوان لمكان وجنبه عرض انه لو عايز تختبر مهاراتك في الاقفال روح المكان ده. وسبيس بيتحمس، وبعد ما يخلص شغله بيروح على هناك على طول، ولما بيوصل بيقول للحارس كلمه السر اللي بتكون مكتوبه في الكومنت، وبيدخل المكان وبيكتشف انه اخر واحد ومش بيكون فاهم اي حاجه، وبيلاقي ناس كتير جدا وبيسالهم هو ايه ده يا جماعه الخير، لكن محدش بيرد عليه. وفجاه بنشوف واحده بتعلن بدايه المسابقه، وبتكون عباره عن قياس سرعه فتح اقفال الخزاين، وبتعلن كمان ان اول 4 يخلصوا هم اللي هيتأهلوا للمسابقة الجاية. وبنروح لسبيسو اللي بيبدأ يفتح في خزنته بسرعة جدا وبياخد المركز الرابع، وبيتأهل لمسابقة نص النهائي. وبتبدأ المسابقة ما بينهم، والمركز الأول بيكون نصيب المتسابق نيون، والمركز الثاني بيكون سبيس بطلنا، ودول بيتأهلوا للنهائي. بعدها بيروحوا يرتاحوا، وبتبدأ آخر جولة بين سبيس ونيون، وبيكون معاهم 3 دقايق بس عشان يفتحوا باب مصفح، ونيون بيبدأ على طول في فتح الباب، ولكن سبيس بيكون واقف يتفرج عليه، بيحط ايده على الباب كأنه بيستشعر الاقفال اللي موجودة جواه، وبيحاول يعطل نيون عن شغله. وفي اخر 30 ثانية من الوقت بيفتح سبيس الباب بمنتهى السهولة، ونيون ساعتها بيحس بالإهانة وبيكون عاوز يضرب سبيس. وبعدها الجمهور كله بيسقف لسبيس، واللي بيلاحظ ان في بنت جذابة قوي وبنعرف ان اسمها جوين، وبنشوف سبيس بيحط جايزته جنب صورة عيلته، وبيكون في قمة الفخر انه اخيرا موهبته اتشافت والناس كانت بتسقف له وعرفت. وتاني يوم الصبح بنشوف سبيس وهو رايح يشتري قهوته، وفجأة جوين بتبقى واقفة وراه، فسبيس بيبص وراه وبيتخض لدرجة ان القهوة بتدلق، وبتبدأ جوين تعرفه على نفسها وبتوعده انها هتغير حياته للابد، وبيظهر انها هي اللي عملت له اول كومنت على قناته، وبتطلع مراقباه من زمان جدا وعارفه مواهبه، وعارفه كمان انه عايش وحيد، وبتحكي عن نفسها وبتعرفه ان بقالها 7 دقايق في الكافيه بس، وقدرت انها تسرق خاتم ست وساعه راجل وكمان مسدس الراجل اللي هناك ده. دي كمان بتقول على نفسها انها سرقت مجوهرات دوليه وبتكون عاوزه تشغله معاها، وبتقول ان محدش يعرف معلومات عنه وعشان كده هي بتكون محتاجاه، وان بسبب الخلافات السياسيه في امريكا اللي هتحصل في ال66 ساعه الجايين دول هتنتقل الخزائن لمدينه جينيفا، وان دي هتكون الفرصه الذهبيه له علشان يحل لغز الاقفال ال3 بتوع هانز. وعلى طول جوان بتمسك ايده وبتديله عنوان يروح عليه في حاله انه موافق على كلامها. بعدين سبيس بيفضل يفكر في كلامها ويروح ويجي على شغله الممل، وفي يوم وهو بيتفرج على الاخبار في بيته اللي بتتكلم عن وضع امريكا الحالي، بعدها بيفكر في كلام جوين وبيبدا يقتنع بيه، وفعلا بيروح لها على العنوان اللي كتبته له. ولما بيخبط على الباب اول واحده بتقابله جوين، وبيتفاجئ ان معاه ناس كتير شغالين في التقنيات والامور دي، واول واحده بيتعرف عليها بتكون كورينا، ودي بتكون خبيره في مجال الاختراق. وبعدها بيروح لرالف، وده بقى الشيتا بتاعهم، سرعته في السواقه بتكون غير عاديه، وبيروح لاخر واحد في الفريق واللي بيكون براد كيج، وده يبقى المجرم بتاع العصابه من الاخر، يعني مهارات قتاليه لا في الاحلام. وبتبدا كورينا تشرح له سبيس الخطه، وبتقول له ان خزنه راين جولد في باريس في
فرنسا، ودي بيبقى فيها 413 مليون من مكونات القفل. وخزنة فالكيري في مدينة براغ في تشيك وبرضه فيها 235 مليار من مكونات القفل. وخزنة سيكفريد في مدينة مورتيز في سويسرا، ودي بقى فيها 72 مليون من مكونات القفل. وبتقول ان في اشاعات ان فيها 100 مليون دولار، والثلاث خزاين بيبقى صاحبهم الملياردير الاسيوي اللي اسمه تانكا. وطبعا الفريق بعد ما بيعرف المعلومات اللي محتاجها بيكون مستعجل جدا على تنفيذ الخطة، وبينطلقوا على باريس بسرعة جدا. وهم في الطريق سبيس بيقلق جدا، ولكن الفريق بيصمم يكمل خطته. وقتها سبيس بيدخل البنك وبيروح الحمام، وجوين بتمشي وراه وبتسرق المفاتيح من حارس الامن، وبتسأل موظفة عن مكان صندوق الايداع وبتستخدم اسم غير اسمها. في الوقت ده بتدخل كورينا وموظفة الاستقبال بتساعدها في التواصل وكده، وده لانها الوحيدة اللي بتتكلم انجليش. وبنروح لجوين اللي بتدخل الحمامات وبتاخد سبيس وبيروحوا لخزنة راين جولد، وهناك سبيس بيكون منبهر انه قدام الخزنة دي اخيرا، وبيفضل يحكي لجوين عن عظمة القفل والتروس. وجوين بتكون على اخرها وبتقول له خلصنا وانجز يا عم. وجوين بيشغل اغنية الفنان بيكون اسمه راين جولد برضه، ويتمزج كده ويبدأ يحط ايديه يحس بالتروس اللي جوه الاول، وبتتفتح بنجاح. وبيفرحوا جدا هما الاتنين، وبياخدوا الفلوس وبيخرجوا، وبكده تكون تمت اول عملية سرقة بنجاح. وبيكون في عميل في الانتربول اسمه ديلاكوا وبيعرف بالسرقة اللي حصلت في فرنسا. بتركي صاحبته بتسأله عن سبب اهتمامه باللي حصل في فرنسا، على الرغم انه مفروض يهتم بمشاكل امريكا. وبيعرض ديلاكوا صور اعضاء الفريق لسرقة الخزنة، وبيحكي لهم عن هوية كل شخص فيهم، وبيعرفوا منهم ناويين على سرقة الخزنتين التانيين، وان دي فرصة الانتربول في القبض عليهم. وبنروح للفريق اللي بيكونوا بيحتفلوا بنجاح اول عملية في المقر بتاعهم، وسبيس بيتصاحب على رالف وبياكلوا مع بعض سندوتشات. كورينا بقى بتروح تحكي مع سبيس وبيظهر انها معجبه بيه، ولكن سبيس بيبقى معجب بجوين. فكورينا بتقول له من الاخر جوين في علاقه مع براد وان في حوارات بينهم. وسبيس بيروح لجوين الاوضه وبتقعد تشرح له في لقب براد، وبتقول له انه لقب نفسه ببراد كيج، وبتقول له ان اسمه كده بسبب اعجابه الشديد بالممثل نيكولاس كيج. وبتقول له انه شخص نرجسي جدا وبيحب يشتغل لوحده على طول. وسبيس بيحكي لها عن نفسه وعن حياته وطفولته، وبيتعرفوا على بعض. وجوين كمان بتحكي عن نفسها، وبيفضلوا ساعات على الوضع ده، وسبيس بيكون منبهر بيها. وبراد بيكون قاعد متعصب ومش على بعضه لان حبيبته بتبقى مشغوله مع سبيس. وجوين بتطلب من سبيس انه يجي يقعد جنبها، وبتقوله انها ناويه تسافر امريكا في مدينه نيفادا عشان الاشاعات بتقول ان الخزنه الرابعه موجوده هناك. وتاني يوم بيسافر الفريق لمدينه براغ، وبيكون ديلاكوا منتظرهم هناك. وبراد بيفضل يتعامل بشكل لا يليق وعنيف جدا مع سبيس وهم في الطريق لبراغ، واخيرا بيوصلوا لوجهتهم في البنك. وسبيس بيكون خايف بس بيعرف يفتح الخزنه، وبيمثل سبيس انه محاسب، وبيقول للفريق انه جوه البنك. وكورينا بتقدر تخترق نظام الامن في البنك، وبكده سبيس بيقدر يعدي من الامن، وبتوجهه خلال الطرقات لحد ما بتضطر انها تقطع الاتصال. وبيبقى سبيس مش عارف يعمل ايه بدون توجيهات، وبيضطر يدخل لاوضه ممنوع الدخول ليها، وبيلاحظوا الحراس من كاميرات المراقبه. ولكنه بيدخل جوه اسانسير مع جوين وبيختفي قدامهم، ونزلوا اوضه بيكون فيها خزنه فالكري. ولما بيتفتح باب الاسانسير بيلاقوا 2 حراس في وشهم. وجوين هنا بتظهر مهارات قتاليه بشكل محترف، بتضرب الحراس لغايه ما يفقدوا الوعي. وسبيس بيوصل لخزنته وبرضه بيحط ايديه يحس بالتروس، وبيفضل يحكي في قصه الخزنه والاساطير اللي وراها. وفي الوقت ده ديلاكوا بيقرر هو والانتربول يدخلوا البنك يشوفوهم بيعملوا ايه، ولكنهم مش بيلاقوا اي خزاين، وبيعرفوا انهم غلطوا في المكان. وفي نفس الوقت ده بيكتشفوا انه تم اختراق نظام الامن في البنك ده، وبيبداوا يحققوا في الموضوع. في نفس الوقت ده براد بيقرر يشتغل على الخطه البديله، وبيتهجم على الحراس في البنك ويضربهم ويخدرهم، وده بيعمل فوضى في المكان علشان سبيس وجوين ياخدوا وقتهم. وسبيس بالفعل بينجح في فتح القفل الاول والثاني والاخير، ولكن الحارس اللي بيكون في غرف مراقبه الكاميرات بيحس انه البنك بيتعرض للسرقه، فبيشغل جهاز الانذار. وفي نفس الوقت ده سبيس بينجح في فتح الخزنه، بياخدوا جزء من الفلوس في شنطه وبيستعدوا علشان يخرجوا من البنك. وبنروح لبراد واللي بيجهز علشان يخرج هو كمان، ولكنه بيلاقي حارس في وشه ومعاه مسدس، فبيحاول يهرب منه، لكن الحارس بيطارده لغايه ما براد بيتصاب برصاص، وبينط من الشباك وبيجري بسرعه وينط اخيرا في العربيه مع فريقه. وبعده بيخرج سبيس وجوين ويجروا ورا العربيه، وبراد بيطلع يساعد جوين انها تدخل، وبينجح في ده وبيزق سبيس لبره. فبيقع سبيس على الارض، وبيقوم يلاقي الشرطه محاصراه من كل ناحيه. وسبيس بيقوم ويحاول يهرب من الشرطه بكل الطرق، ولكنهم بيكونوا محاصرينه. وفي الاخر بيقدر سبيس انه يركب قطر ماشي مش عارف رايح على فين، بس مش مشكله. وفي نفس الوقت ده فريق الانتربول ومعاهم ديلاكوا بيكونوا وصلوا البنك، وبيعرفوا انهم قدروا يهربوا، وبيفشل ديلاكوا انه يقبض عليهم. بنروح لجوين واللي بتتخانق جامد مع براد بسبب تصرفه مع سبيس، وبتقوله انه مش دي الخطه اللي متفقين عليها.
وبتعرفوا انهم اتفقوا ينفذوا كل العمليات قبل ما يسيبوه يمشي، مش انهم يرموه في الشارع للشرطه ويتقبض عليه. فبيقول لها براد انه كان هيتقبض عليهم، فبتقول له انه كانوا يقدروا ينقذوه ويهربوا كلهم، ودلوقتي مش هيعرفوا يفتحوا الخزنه الثالثه من غيره. فبيقول لها انهم فريق واحد وهو مش منهم. وجوين وقتها بتقرر تسيبهم وبتفتح باب العربيه وبتنط منها وتنزل تمشي لوحدها. كورينا بتروح وراها وبيتفقوا مع بعض انهم يسرقوا ثالث خزنه. وبنروح لسبيس اللي بيبقى مروح بيته متقدر وزعلان جدا، ومش بياخد باله ان جوين وكورينا قاعدين في بيته، وبيفضلوا يعتذروا له عن اللي حصل ولكنه مش بيهتم وبيقول لهم الحوار خلص ما تصدعوناش. بيفاجئوا انهم عاوزينه معاهم في ثالث خزنه والحوار ما خلصش زي ما هو فاكر. فبيقول لهم انه مش ضامن اذا كان هينجح في فتحها او لا، لانه ارتكب اخطاء في فتح تاني خزنه. وجوين وقتها بتقوله انه في النهايه نجح في فتح التانيه، وبتفكروا انهم قدام هدف ولازم يحققوه، وبتعرض عليه انهم يكونوا فريق واحد ويمكن يفتحوا التالته ويوصلوا للرابعه، وانهم استحاله يقدروا ينفذوا الخطه من غيره. وسبيس بيفكر شويه مع نفسه وبيوافق، لان هو كمان جواه نفس الشغف ان يوصل لتالت خزنه ويحس بتروسها. وفي نفس الوقت ده بيبحث ديلاكوا عن معلومات تخص الفريق اللي بيسرق الخزاين، وبيوصل لفيديو سبيس وبيعرف انه فرد في الفريق ده. واليوم اللي بعده بيسافر الفريق الجديد المكون من جوين وسبيس وكورينا لسويسرا، وللاسف بتكون الشرطه وصلت لمكان الخزنه الثالثه قبلهم، وبيعرفوا خطه الفريق انهم داخلين الكازينو الساعه 5 بالظبط. وبيتصل ديلاكوا مع مديرة المكان وبيحذرها ان في خطر على الخزنة، فبتقول له ما انا عارفة وعشان كده نقلناها لمكان تاني. وديلاكوا اتجنن انهم قدروا يخدعوه للمرة التانية. وبنفلاش باك لورا عشان نفهم اللي حصل، وبنلاقي كورينا بتتصل بمديرة المكان على انها من الشرطة وبتحذرها ان في خطر على الخزنة. وبنشوف جوين راكبة في العربية مع الخزنة وبتهجم على كل الحراس وبتضربهم وتخدرهم، وبتقدر انها تسرق العربية. وكورينا بتهجم على حارس الكازينو وبتضربه، اما جوين وسبيس بيقدروا يدخلوا الكازينو وياخدوا الخزنة في العربية. واخيرا بقى بيستعد عمنا سبيس عشان يفتح خزنة فريد وهم ماشيين بالعربية، وبيحتفلوا جامد انهم قدروا يوصلوا لتالت خزنة. وفي نفس الوقت ده بيكون رالف وبراد بيحاولوا يعرفوا مكانهم بجهاز التتبع، وبيقدروا يحددوه فعلا عن طريق الجي بي اس. وبتكون كورينا مراقبهم وبتكتشف انهم عرفوا مكان جوين وسبيس. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة، وكورينا بسرعة جدا بتبعت رسالة لجوين تحذرها، وبتكسر فونها بسرعة قبل ما يتقبض عليها من الشرطة. وجوين بتبلغ سبيس ان الشرطة جاية فانجز يعني، وسبيس بيعرفها انه قدر يفتح 4 اقفال بس من ال7. وديلاكوا بيسأل كورينا عن مكان جوين وسبيس، وبتقول له انها ما تعرفش، فبيتعصب عليها جامد. وبتتكلم بيتريكس وبتفهمها انها تتحمل المسؤولية وحدها، وبتطلب منها تعترف عليهم، وبتوعدها انها مش هتتأذي لو عملت كده. وفي نفس الوقت ده بيكون رالف وبراد في طريقهم لجوين وسبيس، والشرطة وراهم بعد ما كورينا اعترفت على مكانهم. وفي نفس اللحظة دي سبيس بيقدر يفتح الخزنة وبيركنوا عربيتهم على جنب ويحتفلوا وياخدوا الفلوس. وبيجي رالف وبراد يتهجموا عليهم ويهددوهم بالمسدس، ولكن براد بيكتشف ان المسدس بتاعه متعطل. وجوين بتقوله ان هي اللي عملت كده، وبتقدر تهدد الاتنين وبتضربهم وتربطهم في العربية. اما هي وسبيس بياخدوا الفلوس ويهربوا يعترفوا لبعض باعجابهم. وديلاكوا بيجي لهم فجأة، وجوين بتقول له ياخدها هي ويسيب سبيس لانه مش مجرم، فبيوافق. ولكنها قبل ما تمشي بتودع سبيس وبتوعده انها لما تخرج هتلاقيه وهيفتحوا الخزنة الرابعة مع بعض. وبيسافر سبيس زي ما جوين بتطلب منه. بعد سنين وهو شغال في محل بيدخل له 2 بيعرضوا عليه يفتح خزنة جوتر، وبيبتسم سبيس وبيوافق وهو واثق انه هيشوف حبيبته. وبكده يكون انتهى فيلمنا. سلام.